التسمين في رمضان وصفة لزيادة الوزن بسرعة للكبار والصغار. هذه الوصفة عبارة عن مسمنات رمضان 2025. هذه الوصفة تعالج النحافة الشديدة وتسمن الجسم وتنفخ الخدود وتبرز المناطق الأنثوية. وصفة بزاف سهلة بمكونات بسيطة، ننصح بها بزاف. إذا كنتي عروس وتحوس على وصفة يعني تسمني بها، ننصحك بها. أو مرضعات راح تزيدهم من إضرار الحليب وتسمنهم، وتقدروا ديروهم حتى للصغار لأنه الوصفة بزاف بنينة وسهلة. سلام البنات، مرحبا بكم في قناة حواء دي ستي فيتو. ان شاء الله تكونوا كاع غايه، وان شاء الله صحتكم تكون بخير. ما تنسوش تشجعوا الفيديو بجيم وتعليق باش نكثر لكم من هذه الوصفات. ايضا اذا اول مره تشوفي قناتي اشتركي وبارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم باش يجربوا معكم الوصفه. المهم هذه الوصفه راح نصنعوها بالفلون، يعني وصفه بزاف سهله. راح تصنعي الفلون عادي يعني كما تصنعيه، لكن هي من الافضل تصنعوه ليكون بذوق الشوكولا، لانه اللي بذوق الشوكولا هو يعني اللي يسمن ويجي بنين ويجي فيه سعرات حراريه. اذا ما درتيش بذوق الشوكولا ننصحك بذوق الموز، لكن من الافضل ديروا تاع يعني الشوكولا. واذا ما توفر تقدري ديري اي فلو عندك، هي المهم تزيدي له المكونات اللي راح نقول لك عليهم. المهم انا هنا صنعت كميه قليله عادي، يعني ماشي مهم شحال ديري من ملعقه تاع فلون ولا حليب. نتوما راح تصنعوا كاع العائله تاعكم كيما موالف تصنعوا الفلون في رمضان. من بعد كي تبقى كميه صغيره باش ديريها ليك، هذيك الكميه يعني قيس هكا ان بول. واش راح تزيدي فيها؟ راح تزيدي فيها ملعقه كبيره تاع حليب بودره اللي هو حليب لحظه. ضروري تزيدي حليب لحظه لانه يسمن وينفع فيه فيتامينات وجد مفيد. وراح تزيدي تاني ملعقه تاع شوكولا، يعني شوكولا دائبه، ولا تقدر تزيدي ملعقه تاع كاكاو. وهاد يعني الشوكولاتين راح تزيد سعرات حراريه، وراح تزيد في البنه تاع الوصفه. هاد الوصفه بزاف هايله. ايضا راح تجيبي السمسم وبذور الكتان وراح تطحنيهم. هي بذور الكتان كما على بالكم من الافضل تطحنوا كل يوم ولا على الاقل كل يومين. راح تطحني بذور الكتان مع السمسم، وتزيدي حوالي ملعقتين كبيره من بذور السمسم يعني زرعه الكتان مطحونه بهذا الشكل. هذه الوصفة أيضا تعمل على تسمين المناطق الأنثوية. تقدروا تزيدوا ديروا زيت السمسم لتسمين المناطق الأنثوية، يعني تدهنوا بهم المناطق اللي راكم حابينهم يسمنوا ويبرزوا. راح تعطيكم نتيجة رائعة مع هذا الفلون. من بعد راح تخلطي كل شيء. دابي كي تبدي تخلطي بسرعه مادام يعني هذاك الفلون يكون سخون باش هذوك المكونات يعني يتخلطوا ويذوبوا معاه بسرعه. من بعد راح تجيبي الكاس تاعك ولا وديري فيه يعني هذه اللي خلطناها الفلون بهذوك المكونات، وراح ديريه في الثلاجة يبرد عادي. وهذه الوصفة يعني راح تجي كيما التحلية، راح ديريها وتداوميها في السحور، يعني تتسحري بها. شوفوا انا هنا بقات لي غير شوية، يعني درت هذاك الكاس الكبير بقات لي هنا شوية، درتها في هذا الكاس الصغير يعني ما قدرتش نرميها. الوصفة بزاف بنينة وشابة. من بعد راح تجيبي هنا بعد ما يعني جمد وبرد، راح تزينيه بسبع حبات تاع زبيب اللي هو عنب مجفف، يكون اسود لانه الزبيب الاسود فيه سعرات حراريه اعلى من الزبيب العادي. ديري 7 حبات مع رشه تاع سمسم ولا جنجلان، ولا تقدر ديري رشه تاع مكسرات. وتخلطي حتى يعني في هذاك الفلون تقدروا تزيدوا مكسرات مطحونه، يعني ملعقه كبيره بغيتي تزيدي مكسرات مطحونه زيدي. وفقط هذه هي الوصفه. شوفوا لي شحال سهله وبنينه. هاد الوصفة راح تكون كيما الفلون ولا التحلية، راح تجي بزاف بنينة، تجي عالية السعرات الحرارية، تعالج لك النحافة الشديدة وتسمنك. نصحك ديريها وتداوميها طيلة شهر رمضان. إذا بغيتي تاكلي زوج منها كولي، تقدري تاكلي واحدة بعد الفطور وواحدة في السحور، يعني هنا يقعد عندكم اختياري. وإذا بغيتي تاكليها غير في السحور كليها في السحور. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا معها زيت السمسم تدهنوا به المناطق الأنثوية لنتائج سريعة. مع السلامة.